علي يعتبر أن سجوده وعبادته ليست سجود في المحراب وعبادة في المسجد فحسب، بل علي يعبد الله في إيواء الأيتام وفي قضاء الحاجات وفي التخفيف عن المتعبين وفي إنجاز مهمة المحتاجين وفي إصلاح شأن الناس وفي الأمور العامة. فهو كما يسجد في المحراب يسجد مع اليتيم ويسجد مع الفقير ويسجد مع المحتاج، ولكن يرى أن الصلاة دون الاهتمام بأمور الناس، بإصلاح حاجات الناس، بإصلاح شؤون الناس، بإيواء الأيتام، بالسعي في بقاء الأمة عزيزة كريمة، ليست بصلاة، ولا تقبل صلاة من لا يهتم بشؤون الآخرين. علي هذا منطقه، وعلي هذا إمامنا، وكل واحد منا عالما أو جاهلا، زعيما أو شعبا، تاجرا أو فقيرا، يجب أن يقيس نفسه بمقياس علي. فعلي هو الصراط المستقيم، وعلي هو مع الحق، وعلي هو القسطاس الذي عبر عنه في التفسير في الآية الكريمة وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو علي، أو المصداق الكامل للقسطاس هو علي. فنحن إذا نريد أن نعرف أننا على حق أو على ضلال، لا نقيس الأمور بمقياسنا الخاص، ولا نزنه بالعواطف والرغبات والاحترام والمصالح، بل نزن الإنسان ونزن أنفسنا ونقيس أنفسنا بمقدار ما يكون بيننا وبين علي شبها. مقياس علي في الحياة مقياس الحق